وزارة الداخلية المصرية. يعني بصوا، يعني أنا واحد في حالي، خلاص؟ أنا واحد مدرس وفي حالي، لا بهش ولا بنش ولا باذي حد ولا اتعودت إن حد يأذيني، خلاص؟ لكن دلوقتي في المنطقة ديت ده كده دم ابني سايح، ده كده دم ابني باسل سايح، خلاص؟ أنا دلوقتي في منطقة الشيخ رمضان. وزير الداخلية المصرية لو تكرمت، أنا أحمد جلال أهو، مش هكون لا بلطجي ولا ليا في البلطجية، بس كل المطلوب من سيادتك أي كلب اتعرض لابني يجي ويتمسك وأعرف بالظبط مين اللي محرض عليه. أنا احتراما للمنطقة اللي فيها مش هصور المنطقة، ولكن ما يرضيش ربنا. أنا دخلت معظم بيوت الناس دي. أنا كنت مدرس في مدرسة عبد الله النديم دي، وانا العيل الصغير اللي كنت بلف، وهو الولد الصغير اللي كان بيجي معايا بيوت الناس دي. هاخدكم الدروس بتاعتكم. ما يرضيش ربنا إن هو ينضرب كده أهو. امتحاناتكم ما يرضيش ربنا. امتحاناتكم وقبل كده أسنانه لسه من شهرين أهو. مين ابن الكلب البلطجي اللي محرض عليه؟ خلاص انتوا قلتوا خلاص مفيش حاجه وقعدنا مع الناس. ماشي. هيرفع بس الموقع الفيديو ده. انا ماليش دعوه بالناس، انا ليه اضيع حد تاني؟ بلطجي ابن كلب يتعرض له. الواد ابن مين اللي ناكل؟ هو ايه الحكايه يا جدعان؟ هو علشان واحد خلاص تندس ليه؟ لازم يكون بلطجي يقدر يجيب حقه. الله يا وزير الداخلية المصرية لو تكرمت، ولا ربنا اللي ضرب الواد ده كان يقدر يضرب حد تاني. انا ما حدش نفعني. أنا مدرس يا جماعة، كنت في عبد الله النديم دي، قضيت حياتي كلها في عبد الله النديم، اخرتها وده كان ابني اللي بيدخل معايا بيوت الناس دي. كذا مره. انا عايز اعرف ينضرب ليه؟ فيا ليه؟ مرة واثنين وثلاثة. المنطقه فيها بلطجه. الله، انا عايز اعرف هم عارفين ايه انا ما اعرفوش. أي ابن وسخة بلطجي في المنطقة دي يطلع يوري النفس.